السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوما مقبولا وإفطارا شهيا مع حلقة جديدة من حلقاتنا في لينجو فلايت. هل كل الأفعال في الإنجليش لازم يكون لها object مفعول؟ Do you remember when we say that we have to use subject and a verb to write a complete sentence؟ فاكر لما قلنا إن إحنا لازم نستخدم subject فاعل وverb عشان بنكتب ونكون جملة مظبوطة؟ طب هل لازم يكون في object مفعول؟ يعني مثلا لو قلنا she bought، هي اشترت، هل الجملة كده صح؟ أكيد لا، محتاجين نعرف هي اشترت إيه، وإلا هتكون حاجة اسمها fragment sentence، جملة غير مكتملة المعنى. طب لو قلنا he sleeps early، هو بينام بدري، هل الجملة دي صحيحة؟ أيوة صحيحة، مع إن مفيش object. إذا أنا عندي نوعين اتنين من الverbs هنتعرف عليهم النهاردة. في verb اسمه transitive وفي verb اسمه intransitive. verb يحتاج لازم يكون له object مفعول عشان المعنى يكتمل، وverb مش لازم يكون له مفعول وهيبقى الجملة صحيحة. نمبر 1 اسمه transitive verb، يعني الأفعال اللي بيقولوا عليها في النحو الأفعال المتعدية. يعني إيه أفعال متعدية؟ الأفعال المتعدية لازم يكون لها object مفعول عشان الجملة تكون مكتملة الأركان، تكون المعنى واضح. يعني she bought a book، they ate pizza، جملة صحيحة فيها subject verb object، جملة مكتملة الأركان. ممكن ناخد قاعدة سريعة عشان نفهم ونضبط القاعدة دي. لو أنت سألت نفسك، لو سألت what or whom ولقيت إجابة، يبقى إذن الفعل ده اسمه transitive، فعل له مفعول، في مفعول في الجملة. ممكن تجربها بنفسك. لو قلنا والله مثلا he wrote، هو كتب إيه؟ مفيش object، so he wrote a book، he wrote a story، he wrote a letter، خلاص يبقى كده في object، المعنى واضح. النوع الثاني من الأفعال وده اسمه intransitive verb، يعني الأفعال اللازمة. والأفعال اللازمة دي مجموعة أفعال أو نوع من الأفعال مش لازم يكون معاه object وهيبقى المعنى صحيح والجملة مكتملة. لما قلنا من شوية he sleeps early، لو قلنا مثلا يا مستر they arrived late، هم وصلوا متأخر، الجملة مفهومة، الجملة واصلة، فيها subject وverb والباقي الجملة مفيش أي مشكلة، المعنى واضح. لو سألت يا مستر نفسك what or whom، لو سألت what or whom وما لقناش إجابة على السؤال بتاعنا، يبقى كده الفيرب ده اسمه intransitive، يعني فعل لا يحتاج إلى object وتكون الجملة صحيحة. For example لو قلنا يا مستر مثلا she runs إيه؟ فين الأوبجكت؟ مفيش object، يبقى الفعل ده intransitive. يبقى كده خدنا أول نوع أفعال لازم يكون لها object، أفعال مش لازم يكون لها object. النوع الثالث من الأفعال اللي هو أفعال ممكن يكون لها object وممكن ما يكونش لها object، هو نفس الفيرب لكن على حسب الاستخدام. For example لو قلنا مثلا he reads every night، هو بيقرأ كل ليلة. لو قلنا مثلا he reads every night، هذه ملهاش object، مفيش object، وبالتالي الفيرب ده intransitive. لو قلنا he reads a book every night، بقى عندي subject وعندي verb وعندي object، بالتالي الجملة دي اسمها أو الفيرب ده اسمه transitive. دلوقتي إن شاء الله بننزل لحضراتكم بعض الجمل على الشاشة، اكتبوا لنا في التعليقات هل الجمل دي أو الأفعال دي transitive ولا intransitive. درس بسيط جدا وسهل، الملخص بتاعه ask yourself، اسأل نفسك what or who. لو أنت سألت بوات أو سألت بهوم ولقيت إجابة للسؤال، يبقى إذن الفعل ده transitive. لو ما لقيتش إجابة، الفيرب ده intransitive. ربنا ما نكونش طولنا عليكم. لا تنسى ورد القرآن، صلاة التراويح، أيام رمضان بتنقضي سريعا. كل عام أنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.